علشان بقى يكون نفسنا فيه نروح نشتري الطبق ب50 جنيه، ده احنا هنعمله مش هيتكلف كمان ال50 جنيه. باجي عندي هنا طاسة سخنة فيها زيت، وكمان بنزل فيها ببصلة معفراها بمعلقة من الدقيق. ما شاء الله أحمر عندي البصلة. أنا عايزة البصلة تقرمش معايا زي ما حضراتكم كده شايفين. أطلع عندي البصلة وأروح مزودة الزيت اللي في الطاسة. ما شاء الله الزيت ده بقى مش هرميه، ده اللي هستخدمه في كل حاجة في وصفتنا النهاردة. أحمر عندي كيس شعرية معايا ما شاء الله، وكمان بنزل عندي بكيلو رز بعد ما الشعرية اتحمرت معايا كده اللهم بارك. بروح بقى مظبطة عندي الملح، معلقة ممسوحة كده من الملح ما شاء الله، معلقة كبيرة، وكمان معلقة كبيرة من الكمون، وكمان عندي كوباية من العدس البني أو العدس أبو جبة. ما شاء الله أسيبه كله يسخن مع بعضه كده، وبعد كده بقى إيه أظبط عقد المية معايا، أسيبه يستوي معايا ويتشرب، وبعد كده أهدي عليه النار ونشوف بعد كده هنعمل إيه. هنا بقى بجيب كيلو طماطم عندي في الخلاط، بروح حط عليه 5 فصوص من الثوم وقرنين فلفل أحمر، أضربهم عندي في الخلاط ما شاء الله. وبعد كده بقى إيه أدي الرز اتشرب معايا. هنعمل دلوقتي الصلصة معايا. بجيب الحلة أحط فيها شوية زيت برضو اللي باقيين عندي من البصلة ما شاء الله، أشوح فيها معلقة بابريكا وكمان معلقة من الكمون، واروح نازلة عندي بعصير الطماطم اللي أنا فرمته. أظبط عندي بقى شوية كده من الكمون والفلفل الأسمر وشوية ملح، أسيبها تسخن معايا. هنا بقى أنا حاطة على العين التانية مية سخنة بتغلي، أروح حاطة فيها معلقة من الزيت بتاع البصلة، وكمان أسلق فيها الكيس المكرونة ما شاء الله. هنا بقى بروح حاطة معلقة خل على الصلصة، واروح شايلة كده طبق كده صلصة على جنب ما شاء الله، واروح حاطة عليه معلقتين زيت ومعلقة كبيرة من الشطة ما شاء الله. ادي المكرونة بتستوي معايا وكل حاجة استوت وما خدتش اي وقت خالص ما شاء الله. شايفين والله العظيم بجد مش الكشري مش بكتر المكونات عليه، اهم حاجة لو حاجة صغيرة وطعمها مميز جدا بيبقى معاكي احلى كشري بجد ما شاء الله. لا عليه حمص ولا عليه عيش مقرمش ولا اي حاجة، بس بصراحة طعمه مميز جدا اللهم بارك. اهم حاجة ان انتي تخدمي الاكلة اللي انتي بتعمليها صح ما شاء الله. اظبط بقى عندي الطبق كده، واحلى طبق بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.